بقولك ايه، في جملة بتقول مراية الحب عمياء. يعني ايه مراية الحب عمياء؟ مراية الحب عمياء بتوصف حالة الحب اللي انا بعيشها، وحالة الهيام والمشاعر اللي بتطلع من جوه قلبي، وبتخليني اعيش حالة من السعادة والفرح ببقى مبسوطة بيها. وفي الحالة دي انا بركز بس على كل الحلو اللي الشخص والطرف التاني بيقدمه لي من مميزات بقى، من حب، من اهتمام، من تقدير، من دلع. في العلاقة دي أنا ببقى حابة قوي الحالة اللي أنا عايشاها، وهنا أنا بشغل قلبي بس وما بشغلش عقلي. تركيزي في إن قلبي هو اللي بيحركني بيخليني أتغاضى تماما عن كل العيوب والحاجات اللي ممكن تكون بتأذيني وبتضايقني في قلب العلاقة. وممكن تكون الحاجات اللي بتأذيني دي مش متناسبة لا مع طريقة تفكيري ولا مع شخصيتي، وممكن أضطر إن أنا أسمح للشخص اللي قدامي إن هو كمان يسيطر عليا ويلغيني تماما. وكل ده انا ببقى بقدمه نتيجة ان انا عايزة اكمل في العلاقة عشان مبسوطة بالحاجات اللي الشخص اللي قدامي بيقدمها لي. والحاجات دي بتبقى مبنية على 3 حاجات. ليه انا بلغي عقلي وببقى معمية قوي للدرجة دي؟ اول حاجة ان انا ببقى خايفة من حالة الفقدان للشخص ده. انا اتعودت على حالة ونوع اهتمام معين البني ادم ده بيقدمه لي، وحاسة انه انا لو ركزت على العيوب اللي موجودة في العلاقة او قلت له انه الحاجة دي بتضايقني، انا هنا هبتدي ان انا افقد اهتمامه ليا، وممكن يتضايق مني ويبعد عني. فانا هبقى طول الوقت جوه صراع ان انا خايفة ان افقد الشخص ده او اخسره. الحاجة التانية هي اعتمادي طول الوقت على ان الشخص ده بيقدم لي الحب والسعادة، وانا حاسة من جوايا انه حالة الحب والسعادة مرتبطة بوجود الشخص ده في حياتي، والسعادة هي المصدر الأساسي اللي مخلياني فرحانة ومبسوطة. فطول الوقت أنا بجري على السعادة وبجري على الانبساط والفرح، وربطة السعادة بوجود الشخص ده، رغم إن دي مش حقيقة، لكن انا بوهم نفسي بان سعادتي مرتبطه بوجود الشخص ده. الحاجه الثالثه والاهم ان انا ببقى رسمه في خيالي صوره مثاليه للشخص ده، والحقيقه ان الشخص ده مش موجوده في الصوره المثاليه، انا اللي واهمه نفسي بيها ومصدقاها. علشان كده انا بتغاضى، ببقى عايزه اركز على المميزات اكتر من العيوب، ومش ببقى عايزه اشوف العيوب دي خالص عشان حاسه ان العيوب دي هتخلي الشخص ده يبعد عني. في الحاله دي المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا اركز كويس قوي العلاقه دي بتقدم لي ايه، العلاقه دي انا من غيرها هقدر اكمل واعيش حياتي، ولا لو انا بعدت عنها هبقى مرتاحه اكتر. اوقات كتير احنا بنوهم نفسنا ان السعاده بتجيلنا من اشخاص، رغم ان احنا اللي بنقدم لهم الحب واحنا اللي بنقدم لهم الاهتمام واحنا اللي بنديهم تقدير، ويمكن كمان بننفخ الهاله بتاعتهم لدرجه ان هم بيصدقوا نفسهم ويشوفوا نفسهم علينا نتيجه الحب والاهتمام والتقدير اللي احنا بنقدمه. لو احنا ركزنا ان احنا نعمل بالانس ما بين قلبنا وما بين عقلنا، هنا العلاقه هتبقى صحيه وسليمه 100%. يعني ما اسمحش للشخص اللي قدامي ان هو يسيطر عليا، او ان هو يحاول انه يديني افكار مش موجودة عندي، او انا مش بعتمدها، او ما مش قادرة ان انا اتماشى مع الافكار دي. فالمفروض ان انا ارفضها، بس عشان ما اخسروش فبضطر ان انا اوافق عليها. المفروض في الحالة دي ان انا اقول لا للحاجة اللي ما بترضينيش، الحاجة اللي ما تناسبنيش او اللي مش هتنفع. ما اسمحش للطرف اللي قدامي انه يشوه فكري ويشوه شخصيتي ويغير طريقة تفكيري لمجرد ان انا ابقى عايزة ارضيه واعتمد المبدأ بتاعه هو وبس. طول الوقت بنقدم تنازلات، التنازلات دي بتدمر العلاقة. بنفوق امتى؟ بنفوق لما حالة الحب والهيام اللي احنا بنبقى عايشين فيها بنبقى طايرين بتقل سنة سنة. لما بتقل الاهتمام كمان اللي هو بيقدمه لي هيبتدي يقل، فهبتدي هنا اشوف الصورة الواقعية الحقيقية للعلاقة اللي انا فيها. هبتدي سنة سنة افتح عيني على العيوب، اشوف ايه ازاي انا كنت بتنازل قوي للدرجة دي، وايه اللي انا كنت بعمله في العلاقة دي علشان خاطر تستمر. طب هو اصلا عمال بيأذيني، مش بيقدم لي حاجة حلوة، ده انا اللي عمالة بقدم له، وهو بقى يتشبع اهتمام من الحاجات اللي انا بقدمها له. وجوده في العلاقة اذى ليا اكتر ما هو حاجة صحية ليا. لما بنركز على المواضيع دي بنحس وبنفهم كويس قوي انه احنا جينا على نفسنا، وكان المفروض نشغل عقلنا ونشوف الحاجات اللي بتتناسب معانا، واللي ينفع نكمل بيها نكمل، واللي ما ينفعش نقول ستوب انا مش هقدر. خليكم مركزين ودايما اعملوا بالانس او توازن ما بين قلبكم وعقلكم علشان تضمنوا ان العلاقة دي تبقى سليمة وصحية، ولا ايه؟